السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. أهلا بكم في فيديو جديد من قناة قلب الثالثة شمال. غادر إمام عاشور لاعب منتخب مصر المستشفى التي قضى فيها 24 ساعة تحت الملاحظة بعد إصابته بارتجاج في المخ خلال مران منتخب مصر أمس، استعدادا لمواجهة الكونغو الديمقراطية يوم الأحد المقبل في دور 16 من أفريقيا. وعاد إمام عاشور إلى فندق إقامة منتخب مصر بعد استقرار حالته، حيث أجرى اللاعب الفحوصات التي أثبتت إصابته بارتجاج في المخ، وظل تحت الملاحظة الطبية بالمستشفى لمدة 24 ساعة. وتأكد غياب إمام عاشور عن مباراة مصر والكونغو يوم الأحد المقبل في دور 16 من أفريقيا، حيث أكد الدكتور محمد أبو العلا طبيب منتخب مصر الأول لكرة القدم أنه من الصعب لحاق أمام عاشور لاعب الفراعنة بمباراة الكونغو الديمقراطية بثمن النهائي لبطولة كأس الأفريقية. وأضاف محمد أبو العلا: وفقا للبروتوكول الطبي المتبع من قبل اللجنة الطبية بالفيفا والكاف، فإن إصابات الرأس تحتاج إلى إبعاد للاعب عن المباريات مدة لا تقل عن 6 أيام، وبالتالي فإن أمام عاشور لن يلحق بمباراة مصر والكونغو الديمقراطية، إلا أنه سيكون جاهزا لمباراة الدور ربع النهائي حال تأهل منتخب مصر. لو عجبك الفيديو اعمل لايك واشترك بالقناة ليصلك كل جديد. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته.